عمو بدي اياك تحكي لي شو أكتر آية بالقرآن الكريم أو حديث شريف أثرت فيك؟ القرآن الكريم عندك الفاتحة اللي هي السبع المثاني، ما قرأت فيها شيء إلا واستجاب الله. بعدين الفاتحة بتقريها كل سورة، أو عفوا بكل صلاة، كل صلاة. حتى السنة بتقري فيها الفاتحة وهي الأساس. هلا في عندك آية الكرسي، في عندك ياسين، في عندك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. القرآن الكريم كله كلام الله، ما في شيء أفضل من شيء. أكيد ما في شيء أفضل من شيء، بس أي بني آدم ممكن هيك بتحسه بميل للآية بيرتاح لما بيقرأ أكتر شيء، بيتأثر فيه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. القرآن كلام، يعني اللي بيقرأ كلام الله كأنه عم يحكي مع رب العالمين سبحانه والله. الله يثبتنا على ديننا. آمين، والله يتقبل منك. عمو بس قبل مني هالهدية الصغيرة، تفضل. شكرا لك. سبحان الله عليك. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لكم.